السلام عليكم. شو اخباركم يا مناديب؟ شو اخبار الطلبات معكم؟ الطلبات يا جماعة صارت شبه معدومة. هذا انا فاتح جاهز وفاتح تريو ولا في طلبات. من بعد موضوع التسمم خلاص الطلبات انهارت. الحين صارت الأولوية حقين الدبابات، الشركات المشغلة. أما فري لانسر مثلي احتياط. بس بصراحة أول مرة تمر علي هذه الحالة. معقول لا يوجد طلبات؟ يعني فاتح من الحين من الساعة 8 جاني طلب واحد على بعد 15 كيلو، ومن العميل لش اسمه أو من المطعم للعميل 3 كيلو. طيب أنا شو المستفيد من هذا كله؟ أيضا عندك مثلا هذا شو اسمه صندوق الوعد، لي فترة طويلة ما فتحته. بس أنا ملاحظ حاجة هنا، يقول لك في حال استقبالك الطلب من أي مطعم وتم إلغاء الطلب بعد استلامك له لأي سبب كان، يجب عليك القيام بإرجاع الطلب إلى أقرب فرع هانجر ستيشن ماركت. يعني تودي حق إذا جاك طلب واستقبلته ورحت للعميل وما حصل أو ما استلم الطلب، يقولون لك وده ل شو اسمه سوبر ماركت حق هانجر ستيشن. طيب ليه؟ أنا ما أدري. احتمال بسبب بعض المناديب اللي يستغلون شو اسمه هانجر ستيشن وينصبون على التطبيق. هذا طلب، شوف تم مقبول طلب من قبل سائق آخر حقنا شو اسمه خذوا حقين شو اسمه هذا اللي يسوون تطبيقات سحب الطلبات. فمثل ما قلت يخلوك توديه شو اسمه فرع سوبر ماركت حق هانجر ستيشن. فهذا تعب صراحة، نظامهم خربوه ما أدري إيش فيهم. يعني من يعوضك؟ بدل من مشوار 20 دقيقة تقعد عند العميل، بعدها تروح شو اسمه ما أدري كم كيلو للسوق حق سوبر ماركت عشان توصله. بصراحة ما أدري إيش نظامهم هذا. التطبيقات وضعهم صار سيء من أسوأ، خاصة السنوات الأخيرة هذه. في الأول بدايات كانت أفضل تطبيقات. حتى هانجر ستيشن أنا كنت أشوف أنه أفضل تطبيق. أنا كنت مع هانجر ستيشن لما كان نظامه أو التطبيق اللي كان اسمه بيس، ظن الناس القديمين يشتغلوا فيه يعرفونه. أيام زمن ما في لا نظام ولا شيء، ما في لا نسبة ولا فيه تقييم ولا فيه أبدا. أنت تستقبل طلب تلغي طلب، يعني جاهل تستقبل تستقبل. وكنت وقتها كنت أوصل صراحة، أوصل يعني لما أتعب، يعني أوصل 20 طلب في اليوم وأكثر. بس بعد ما دخلت علينا الشركات المشغلة انهار موضوع الطلبات، صار الأولوية للشركات المشغلة حقين الدبابات وحقين. أما اللي حقين العمل الحر
خلاص هذول مجرد احتياط، إذا جاتك طلبات يرسلون لك. يعني احنا مشكلتنا احنا مضطرين نشتغل معهم، ولا ما لو في عمل ثاني ممكن نشتغل. الوضع أسوأ من قبل، كل فترة يكون أسوأ من اللي قبل. الحين تشوفون ساعة كاملة تو يجيني طلب، عاد ما بالك الظهر تقعد تحت الشمس عشان يجيك طلب في الساعة. صراحة أمر غير مقبول. أنتم إيش رأيكم؟ عندكم طلبات تجيكم طلبات يعني إيش رأيكم موضوع الطلبات اليومية؟ في طلبات تجيكم ولا بس أنا ما يجيني طلبات؟ بس شكرا.